في عبد بيحب الدنيا لدرجة انه ناسي نفسه، وفي عبد تاني بيحب الآخرة فربنا سبحانه وتعالى بيرفعه فوق البشر. تفتكر انت مين فيهم؟ اسمع الكلام ده كويس. في عبد لو اتأخر رزقه بيتخنق ويتضايق، ولما تقل فلوسه بينهار، ولما الناس مش بتشكر فيه بيتضايق. ده اسمه عبد للدنيا. ده متعلق بحاجة فانية، وكل ما يجري وراها هي كمان تجري منه. لكن في عبد تاني قلبه دايما مع ربنا، لو اتأخر عليه رزق أو مر بابتلاء بيقول اللهم لك الحمد، يا رب قويني وصبرني. ده اسمه عبد للآخرة. ده ربنا سبحانه وتعالى بينصره وبيحبب فيه عباده. وربنا سبحانه وتعالى لما بيحب العبد بيسر له انه يحب الامور اللي تخليه يكسب الاخرة بتاعته. بمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى بيفتح له ابواب خير، وابواب يقدر يعمل بيها اعمال صالحة تدخله الجنة باذن ربنا سبحانه وتعالى. فخد بالك، خليك دايما عبد لله وتريد الاخرة، وليس عبد لأي شيء تاني. خلي الكلام ده موجود في دماغك.